النهاردة أنا هعمل الكنافة البلدي في البيت بطريقة سهلة جدا للناس المغتربة اللي عايشة بعيدة عن مصر. أنا هستخدم الخلاط وهستخدم مية دافية للعجن، 4 كوبايات مية دافية. حابة تستخدمي المضرب براحتك. نص معلقة ملح، معلقة كبيرة سكر، 3 معالق زيت، وهضربهم في الخلاط. 3 كوبايات دقيق، هضيف عليهم كوباية نشا بيخليها جميلة جدا، وانت بتاكليها مش بتبقى معجنة ببقك كأنها حتة عجين بتاكليها. هضربها في الخلاط وهصفيها بمصفى في الشفشق علشان انا هستخدم ازايز، وانا بستخدم الازايز تبقى سهلة معايا. هصفي الخليط وهسيب الخليط يريح ربع ساعة. مفيش تكتلات او اي حاجة، جميل جدا. شايفة كده العجينة جميلة جدا. هستخدم ازايز مية. الازايز انا خرمت الغطا بتاعها بشوكة. حابة تخرمي الغطا بإبرة، جميل جدا. انا هستخدم الجريل. حابة تستخدمي الطاسة على البوتاجاز، جميل جدا. هدهن الجريل بالشكل ده وهمسحه بمناديل مطبخ. دي اول مرة، مش هدهنه تاني. بالازازة وهرش بالشكل ده، الشكل اللي انت حباه، طريقة سهلة جدا. ما بياخدش 20 ثانية وبتلاقيها استوت. بيستوي بسرعة علشان النشا. الجريل انا مشغلاه على اعلى درجة حرارة. الجريل بتبقى درجة الحرارة بتاعته اعلى حاجة فيه 400. حابة تستخدمي الطاسة على البوتاجاز، جميل جدا، بس تستخدمي طاسة اللي هي تيفال او جرانيت علشان ما تلزقش. دي طريقة سهلة للناس المغتربة في بلاد ما بيبقاش فيها كنافة، ومحدش يقولي دي عاملة زي الاسباجيتي، دي كنافة بلدي، واحنا بنستخدم بدايل. طريقة سهلة وجميلة جدا. هعمل كل اللي معايا بنفس الطريقة. شايفة ما بتاخدش وقت خالص. احلى كنافة تعمليها في البيت بكل سهولة. شايفة الجمال ولا اروع. كفاية ان انت عاملاها بايدك في البيت وضامنة نظافتها. شايفة الجمال ولا اروع. احلى كنافة بجد هتعمليها. مفيش. تسلم ايدك يا مرمر. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. لو ما عملش فولو اعمل له فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، فعال الجرس. اشوفك في فيديو جديد.